برصيد 40 نقطة، وديالى بالمركز 16 برصيد 41 نقطة. مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، واليوم هي مباراة الإياب وآخر مباراة للفريقين. هذه هي المباراة الثالثة لليوم الأول لحساب هذه الجولة الأخيرة بعد تعادل الشرطة مع القاسم بهدفين مقابل هدفين، وأيضا تعادل فريق زاخو والقرمة من دون أهداف 0-0. وهذه هي المباراة الثالثة، وبنفس التوقيت المباراة الرابعة بين الزوراء وصيف الدوري وفريق النفط. من هنا ومن عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي يحييكم معلقا وواصفا لهذه المباراة المعلق حسين سمير. لحظات على انطلاق صافرة البداية بصافرة الطاقم التحكيمي بقيادة محمد صادق عبد، ويساعد باسم مزهر، والمساعد الثاني مصطفى عبد الرازق، والحكم الرابع حامد صقبان. أما بغرفة الفيديو بقيادة الدولي مهند قاسم وجهاد عطية. لحظات على انطلاق الصافرة من قبل قاضي اللقاء محمد صادق عبد، ونتمنى بأن تكون مباراة مليئة بالإثارة ممتعة لكل المشاهدين، وأيضا تستحق أن نشاهدها بهذه الليلة الختامية بهذا المشهد الأخير ما بين الفريقين، آخر مباراة للفريقين هذا الموسم. أيضا على بركة الله ثواني لحظات على اطلاق الصافرة لبداية أحداث هذه المباراة الأخيرة للفريقين. إذن ثانية واحدة وعلى بركة الله تنطلق صافرة الحكم. أحداث هذه المباراة الجولة الأخيرة 38، الكل انتظر، الكل ترقب. إذن حسمت الأمور قبل الجولتين أو أكثر بالنسبة للقيثارة. يتوج للمرة الرابعة بوصافة الدوري نادي الزوراء، وبالمركز الثالث نادي زاخو اللي تعادل اليوم مع فريق القرمة من دون أهداف. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمناها بأن تكون سهرة كروية رائعة لكل عاشقين الميناء وعاشقين ديالى، محبين السفانة ومحبين مدينة البرتقال. هذا الموسم اللي قدموا أداء مشرفا كلا الفريقين، لكن تبقى هذه الليلة الأخيرة مشهد الوداع، مشهد نهاية فصل موسم 2024-2025 ما بين الميناء اللي من الطرف الأيسر من يسار الشاشة بألوانه الزرقاء المعتادة، ومن يمين الشاشة بالألوان البيضاء الممزوجة بالبرتقالية فريق ديالى. هذا للتو انطلقت صافرة حكم اللقاء محمد صادق عبد، وندخل بتشكيلة الفريقين. فريق الميناء اللي يلعب بحراسة المرمى عباس كريم، بالخط الدفاعي مسلم موسى، مجتبى علي، حسين عامر وعباس ياس. أما بخط المنتصف هنالك أسامة عنبر، لوفيلو، حيدر سالم، وفي خط المقدمة كيسندا من اليمين، مهند عبد الرحيم من اليسار، والمهاجم علاء عبد الزهرة. أما بالجهة المقابلة لفريق ديالى بحراسة المرمى الحارس مصطفى جاسم، خط الدفاعي علي خالد، صديق جمال، مصطفى مؤيد وحيدر فرحان. خط الوسط مرتضى حسن، محمد خالد شفال وعلي السجاد. وبخط المقدمة أحمد جلال، علي كريم وعلام حسن. هذه هي تشكيلة الفريقين. البداية القوية يجب أن تظهر بهذه الأثناء. نتكلم عن آخر مباراة لفريق الميناء، خسر من الزوراء بالجولة السابقة، الجولة 37 خسر من الزوراء بنتيجة 2-1، وقبلها أيضا خسر من فريق الطلبة بمباراة نتيجتها 3-2. هذا هو مدرب فريق الميناء حسام السيد، مدرب السوري. وبالجهة المقابلة بالنسبة لديالى مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، اللي انتشل الفريق من قاع الترتيب وأعطى أمل لمدينة البرتقال، وبقوا بهذا الدوري والموسم المقبل موجودين. بموسم 2025-2026 فريق ديالى موجودين، رغم أنهم قدموا موسما مميزا، وأيضا أمام الكبار فرق الجماهيرية كان لهم حضور جدا مميز فريق ديالى. أما بالنسبة للميناء اللي عاش فترة ممتازة بالفترة الأخيرة، لكن نوعا ما تخبطات كانت موجودة، وعملية تصحيح الأمور ومميزة انتهت بنتيجة 2-2، وقبلها فاز ديالى على القاسم بهدف نظيف. اليوم المعطيات متغيرة، اليوم المباراة مختلفة. اي نعم هي تحصيل حاصل، لكن ما بين الفريقين تعتبر فارق مركز. اليوم اللي اذا انتصر فريق الميناء سيتجاوز ديالى ويصبح هو بالمركز 16، واذا انتصر ديالى او حتى تعادل بهذه المباراة سيبقى بمركزه محافظا على النقاط. وهذا هو مصطفى مؤيد.
أيضا مشاهدينا متابعينا نتمنى أن نشاهد مباراة مليئة بالشغف والحماس. أي نعم، هي لحظات عاطفية أيضا موجودة، ليلة الوداع، ليلة الختام، المشهد الأخير اللي من خلاله سنتعرف على الفائز وعلى الخاسر، وأن انتهت بالتعادل. كل الأمور واردة هذا اليوم بعد تعادل مباراتين لحساب اليوم الأول في الجولة الأخيرة. أيضا على التنفيذ الآن بالنسبة لفريق الميناء، حسام السيد مدرب السوري بكرة عالية الآن رأسية، تحولت عن طريق اللاعب مصطفى مؤيد إلى زميله بصورة سريعة، انطلاق نحو الأمام بعدما كانت عند اللاعب أحمد جلال، الآن لمصطفى مؤيد، لكن بذلك الكرة معها الصافرة وإلى خارج الملعب. على التنفيذ برقم 29 اللاعب كيسيندا، لاعب خطير، لاعب سريع، مع نهاية عقود بعض اللاعبين، يعني تاكاوارا، بعض الأسماء اللي غادرت ولن تكون موجودة بهذه المباراة، لكن تنتظرها مباراة كأس العراق الدور الربع النهائي بعد أيام قليلة، ست أيام على انطلاق مباريات الدور الربع النهائي. فريق الميناء سيواجه فريق دهوك، وهنالك أيضا الطلبة والشرطة الجوية والنجف ونوروز وزاخو. مباريات ستكون جدا جميلة على مستوى بطولة كأس العراق. أيضا محمد صادق عبد واستئناف اللعب بهذه اللحظات، الدقيقة الخامسة مرت من شوط المباراة الأول، ولا زال الفريقين يبحثون عن الدخول بأجواء اللقاء بصورة أكبر. أيضا الكرة لمصلحة فريق الميناء من الطرف الأيسر تنفذ بصورة سريعة، هذا مسلم لكن يخسرها مسلم موسى يخسر الكرة، وبذلك إلى رمية جانبية بهذا التوقيت، وتصل من الطرف الأيمن. تبادل التمريرات الآن لفريق ديالى بعدما قدموا مباراة كبيرة أمام نفط البصرة، يريدون اليوم أيضا أن يقدمون مباراة كبيرة أمام الميناء في ملعب الفيحاء وأمام جماهيرهم، يريدون أيضا أن يقدمون مباراة كبيرة. هذه تمريرة لكن من دون تركيز، السرعة الحاضرة والمدافع هو اللي يتفوق. كيسندا الآن تمريرة تعود للخط الدفاعي عن طريق اللاعب والزميل برقم 4 مجتبى علي، تمريرة من الطرف الأيسر مسلم موسى الآن، مسلم موسى اللي يحاول أن يتركها إلى زميله الآخر، لكن هنا الكرة بعدما وصلت عن طريق اللاعب حيدر فرحان، تكلم أيضا على حارس مرمى، أو هنالك بالجانب المقابل كان اللاعب عباس ياس، هذا هو الحارس مصطفى جاسم، سبق واللاعب لفريق القاسم بالرقم 50. أيضا هي مداورة وإعطاء الفرص للشباب بهذه المباريات وبهذه الجولات الأخيرة. نتكلم عن أيامن الزلفاني مدرب التونسي صاحب 46 عام اللي انتشل فريق ديالى وقدم معهم نتائج إيجابية بالفترة الأخيرة. إذن كرة تعود لمصطفى من الطرف الأيسر الآن، مرة أخرى لا زال محافظ عليها مصطفى مؤيد اللي سجل هدفين هذا الموسم اللي أمامك بالصورة، سجل بشباك نفط ميسان وسجل هدف الفوز بمرمى القوة الجوية بالوقت القاتل بآخر لحظات اللقاء. إذن كرة تعود الآن لمجتبى علي، مجتبى علي يختار العودة للخط الدفاعي. أجواء هادئة حتى هذه الدقيقة، الكل هادئين، الكل يشاهدون، الكل يترقب أن يشاهد هذه المباراة. هذا عباس إياس، تمريرا لحيدر سالم بوسط الملعب، نقل اللعب من الطرف الأيسر، عودة مرة أخرى إلى زميله، تبادل للتمريرات. هذا هو مسلم موسى اللي يختار العودة، بعد ذلك عملية تغيير المراكز عندما تكون الكرة بحوزة اللاعبين الميناء. كيسيندا راح، كيسيندا تقدم، كيسيندا والتسديدة القوية لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس المرمى مصطفى جاسم. هذا السريع، هذا الخطير اللاعب كيسيندا من الكونغو، سجل أيضا بالمباراة السابقة أمام الطلبة، أو بالمباراة ما قبل السابقة أمام الطلبة سجل هدف. هذا هو كيسيندا، وجد المساحة النفسه وسدد، لكن كرة مرت سلامات على مرمى الحارس مصطفى جاسم. لا زال الهدوء يسيطر وتحركت شرارة المباراة بعد انطلاقة كيسيندا بهذه الكرة. تصل الآن من مصطفى جاسم اللي يلعب كرة سريعة من الطرف الأيسر، والكل لا زال يترقب وينتظر بهذه اللحظات. هذا الكرة من الطرف الأيمن بالنسبة للاعب حيدر فرحان،
حيدر فرحان بالرقم 26. هذا اللاعب اللي كان يلعب بنادي سكايد النرويجي، والآن هو لاعب لنادي ديالا. بالتأكيد سيكون لكل الفرق كلمة فاصلة، والكل سيترقب موسما جديدا، والكل سينتظر انتقالات وأسماء واستقطاب مواهب لكل الفرق. لنشاهد الآن هذه كرة تصل من الطرف الأيسر، عودة مرة أخرى الخط الدفاعي عن طريق القائد علي خالد هو اللي تدخل. لكن صراحة نتكلم عن المباريات الأخيرة لفريق الميناء لم تكن بالصورة المطلوبة بعد الخسارتين أمام الزوراء والطلب. اليوم يريد مصالحة جماهيره، لكن عملية المصالحة هل تصل أمام ديالا اللي لم يخسر بآخر مباراتين، واللي يحاول بأن يقدم مباريات جميلة، ليس فقط بآخر مباراتين لم يخسر فريق ديالا، قبلها تعادل، وهنا التسديدة نعم تعادل مع نفط البصرة 2-2، وفاز على القاسم، فاز على الكرخ، فاز على دهوك بالمباراة المؤجلة، لكن خسر من الشرطة بالوقت القاتل بنتيجة 1-0. الكل يتذكر هذه المباراة. هذه التسديدة اللي وصلت سهلة لحارس المرمى عباس كريم، هذه ثاني مشاركة له هذا الموسم، اللي وصل على سبيل الإعارة من نادي الشرطة. هذا كيسيندا من الطرف الأيمن، لكن العودة مرة أخرى لمصطفى مؤيد من الطرف الأيسر، تمريرة باليسار لا زالت قائمة. هنا تبادل التمريرات، هنا انطلاقات، هذا هو علاء محسن اللي يحاول ويبحث، تمريرة تصل وعودة مرة أخرى. شوف تبادل التمريرات، شوف مصطفى مؤيد هو اللي يبحث، هو اللي ينتظر، هو اللي يمرر، هو اللي يقدم، والكرة عادت بمنتصف الملعب، نقل الكرة على الطرف الأيمن. هذا حيدر فرحان والكرة من الطرف الأيمن. الآن آخر المباريات اليوم يوم الأربعاء، وغدا يوم الخميس ويوم الجمعة هي الرحلة الأخيرة لدوري نجوم العراق هذا الموسم. أما نتكلم عن الدوري الممتاز، لازلنا ننتظر من المتأهلين بصورة مباشرة مواجهات غدا يوم الخميس بالنسبة لي بنفس التوقيت للدوري الممتاز. نادي الغراف يحاول العبور، والموصل كذلك، وأيضا أمانة بغداد وفريق الجولان. 4 فرق ب4 مباريات ستكون حاسمة يوم غد يوم الخميس. أيضا ستكون منقول المباريات عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي بتفاصيلها، وأيضا نتمنى الموفقية لكل الفرق اللي قدم واللي قدم موسم كبير. يجب أن يترجم هذا الموسم إلى وصول إلى دوري النجوم. أيضا بالنسبة كبيرة انتهى الموضوع بالنسبة لدوري نجوم العراق. فريق كربلاء وفريق الحدود هبطوا بشكل رسمي إلى الدوري الممتاز، وبانتظار غدا المتأهلين فريقين بصورة مباشرة. أما فريق نفط البصرة اللي سيلعب مباراة تفادي الهبوط، أمور كثيرة حصلت، أمور كثيرة انطلقت، الكل يشاهد الآن. وهذا المرور الجميل، مسلم موسى عدى، والرأسية غابت، ولا زالت لكيسيندا اللي هي كرة عادت من بعيد. هل يسدد؟ نعم اصطدت وغيرت مسارها وتصل مرة أخرى من شوف المرور الجميل بالكرة الماضية بخارج القدم، تعود من مصطفى مؤيد، تمريرة لأحمد جلال، تبادل التمريرات. هذا المرور اللي قدم اللاعب محمد خالد شفال اللي يقدم أداء مميزا بالفترة الأخيرة، وأيضا سجل بالمباراة الأخيرة أمام نفط البصرة. هذه كرة تصل الآن لفريق ديانا، مرتضى حسن اليوم، والاعتماد على الأسماء الجديدة، إعطاء الفرص للشباب من أجل أن تنمي هذه الخبرة، وأن يتعودون على هكذا أجواء تحت اللعب تحت الضغط. وهنا مصطفى مؤيد اللي يبحث، شوف حتى مخرج المباراة أعطاك إياها من زاوية جميلة عندما يمر وعندما يتلاعب. وهنا انطلاقة، وهنا تمريرة، وعادت لمصلحة مهند عبد الرحيم اللي غير اللعب لزميله مسلم موسى، وبعد ذلك العودة للخط الدفاعي. هذه التمريرة الآن خط الدفاعي، عباس ياس هو اللي أرسل الكرة العالية، مهند عبد الرحيم هذا الموسم سجل 4 أهداف. مهند عبد الرحيم سجل بمرمى نفط البصرة ومرمى النجف ومرمى دهوك والطلبة كذلك.
سجل على طلبه. كرة اللي وصلت من الطرف الأيمن إلى هذا كيسيندا. كيسيندا الآن عودة مرة أخرى بالمنتصف عن طريق لاعب لوفيلو لاعب الجابوني. تعود مرة أخرى الآن على اليسار، استحواذ للسفانة، لكن الأهداف لا زالت غائبة حتى اللحظة. الكل ينتظر من يسجل أول أهداف اللقاء، من يقص شريط البداية بهذه المباراة. الكرة عادت الآن، هنا التدخل أيضا على يمين الشاشة، والكرة عادت مرة أخرى من الطرف الأيمن. عملية قطع الكرة بصورة جميلة عن طريق اللاعب حسين عامر، تدخل مميز. والكرة عادت للوفيلو. لوفيلو اللاعب الجابوني، انطلاقة من اليمين، راح كيسيندا راح كيسيندا راح كيسيندا، ومصطفى مؤيد بذكاء يقطع الكرة وبذلك تصل إلى خارج الملعب. موسم طويل عشناه بلحظاته، بأفراحه، بأحزانه، بانتصاراته، بانكساراته، بإصاباته، بأهدافه، بأشياء كثيرة. ليلة الوداع ستكون يوم الجمعة القادمة، وبعد ذلك الموسم الجديد سيكون مختلفا كليا. بذلك التوقيت ستشاهدون أيضا حصريا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، قناة الوطن وبالتحديد قناة العراقية الرياضية، وأيضا كل القنوات التابعة لشبكة الإعلام العراقي ستكون ناقلة بصورة حصرية. إذن هذا هو عباس ياس اللي يلعب الضربة الركنية والرأسية، لكنها مرت واصطدت من الطرف الأيسر. تبادل التمريرات، بدأ يتحرك الميناء، بدأت تتحرك السفانة. شوف الكعب الجميل، وهنا الكرة العالية وصلت داخل منطقة الجزاء، غيرت مسارها، ممكن الهدف الأول للميناء. السفانة تبحث عن البحار، تبحث عن الانطلاق، لكن الكرة عادت إلى كيسيندا من بعيد، والتسديدة مرت عليك يا كيسيندا وإلى خارج أرضية الملعب. للمرة الثانية يسدد. هنا لاعب يسقط متأثرا بالإصابة. سلامات للاعب فريق الديالة. سلامة، شوفها بالإعادة. هذه تسديدة كيسيندا. صديق جمال اللي يمتلك برصيده هدف واحد هذا الموسم بمرمى نادي كربلاء، ينهض من أجل المتابعة. صديق فرق اللي تمثل محافظاتها بأجمل صورة. نتكلم عن الميناء اللي يمثل البصرة، أيضا نادي نفط البصرة وأديالة. وهنا الحضور وإن كان بعدد قليل، لكن قلوبهم مع الميناء. ملعب الفيحاء. هذا هو الحارس مصطفى جاسم على تنفيذ هذه الكرة. أمامك بالصورة الدولي السابق صادق السعدون مساعد المدرب لنادي ديالة. كرة تعود الآن مرة أخرى رأسية من الطرف الأيسر، تبادل الرأسيات، ومسلم موسى يتدخل بقوة البدنية وانطلاقات الآن. هذه كرة للخط الدفاع. الميناء اليوم أو بهذه الفترة يعني نتكلم بصورة أوضح حتى على مستوى الفئات العمرية، وصل ل3 مباريات نهائية بمختلف الفئات. كان بطلا لتحت 21 عام وتحت 17 عام، لكن خسر على مستوى الناشئين أمام القوة الجوية بهدف قاتل سجل بالدقيقة 88. ولا زال الفريق الأول أمام طموحات كبيرة لتحقيق كأس العراق. لا زال مرشحا على عبد الزهرة، يتقدم ويصوب، والتصويبة جميلة، لكن الأجمل هي ردة الفعل من مصطفى جاسم. تصدي مميز وردة فعل ولا أروع بالكرة الماضية. هذا رمية تماس، رمية جانبية بهذه الأثناء. عودة على الطرف الأيسر الآن. مدرب فريق الميناء السوري حسام السيد، يمتلك بعض الخبرة في دورينا لأنه درب نادي القوة الجوية بموسم 2013، وأيضا درب الميناء ب 2015 وعاد لقيادة الفريق. عاد مرة أخرى ويقدم نتائج نوعا ما إيجابية، لكن جماهير السفانة لن ترضى بهكذا مراكز. وهنا الرد من ديالة. الأول جاي لا 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 لا، كيف ضاعت وكيف مرت يا أحمد جلال. فرصة خطيرة كانت بالمتناول
وشوف التمريرة اللي قدمت على طبق من ذهب، لم يأتي الاستغلال ولم يسجل. لكن حدثني عن ردة الفعل الحارس عباس كريم. الله عليك يا عباس كريم على ردة فعلك وعلى التصدي المميز بالكرة الماضية. إذن ضربة ركنية الآن لفريق ديالى على تنفيذ اللاعب علي السجاد بذكرياته وهدفه بالمباراة المؤجلة اللي سجله بمرمى فريق دهوك، كان هو هدف الفوز بالأوقات القاتلة. علي السجاد بكرة عالية الآن رأسية لكنها طالت إلى خارج الملعب. أخطر فرصة باللقاء بالدقيقة 18 أضاح اللاعب أحمد جلال اللي أمامك بالصورة. أحمد جلال اللي سبق وأن لعب لنفط البصرة ولعب للزوراء ولعب للشرطة، لاعب مميز. لكن هذه الفرصة اللي ضاعت بصورة غريبة وعجيبة. لنشاهد وننتظر أنا وإياكم بهذه المباراة، متأكد بأن عاشقين الميناء ينتظرون الهدف الأول، وبالجهة المقابلة كذلك فريق ديالى ينتظر الهدف الأول. ومن هذا حق مشروع، يعني الفريقين يبحثون أن يسجلون، هذه ليست بالشيء الجديد ولا شيء مستحيل أو مفاجئ، هذا شيء طبيعي. لكن اليوم هي نعم آخر مباراة للفريقين، لكن الميناء يبحث أن يتجاوز ديالى بالمراكز. يعني في حال انتصار الميناء سيكون الميناء هو بالمركز 16. كرة أو متوقف المباراة. هنالك لاعب يشكو من إصابة على ما أعتقد، القائد علي خالد قائد فريق ديالى اللي أمامك بالصورة. عودة لأحداث اللعب تنفذ بصورة سريعة من الطرف في الأيسر، لكن هنا التدخل وهنا على ما يبدو بطاقة على اللاعب علاء محاسن على ما أعتقد. نعم علاء محاسن مباراة السابقة أمام نفط البصرة كذلك حصل على البطاقة الصفراء، واليوم أيضا يحصل على البطاقة الصفراء في ظل وجود حديث ما بين اللاعبين. حكم هذا اللقاء محمد صادق عبد. إذن أول البطاقات بالدقيقة 21 أو إن صح التعبير بالدقيقة 20 تلقاها اللاعب علاء محاسن، وبذلك النتيجة لا زالت من دون أهداف. ومن الأشياء النادرة أن تنتهي هكذا مباريات من دون أهداف. خلينا نشوف نتكلم عن المواجهات بشكل مستمر. خامس مواجهة، هذه خامس مواجهة ما بين الفريقين، ويبحث من خلالها الفريقين أن يقدمون مباراة جميلة. خامس مواجهة في مباراة الذهاب انتهت 1-1. هذا كيسندا السريع، هذا هو الغزال الأسمراني، لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب. تحدثنا عن المواجهات. خامس مباراة في بطولة كأس العراق فاز الميناء 3-2 على ديالى، وبموسم 2023 بالدوري الممتاز فاز ديالى مرتين على الميناء 2-1 و3-0. يعني مجموع المواجهات ديالى فاز بمباراتين وخسر بواحدة وتعادل بواحدة. يعني الميناء فاز مرة واحدة ب4 مواجهات. هذه المواجهة الخامسة. هل نشاهد أشياء مختلفة؟ أيضا الضربة الركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء، والرأسية مرت كان يبحث من خلالها اللاعب حيدر سالم بالرقم 6، لكن الكرة أبعدت عن طريق الخط الدفاعي. رمية جانبية مسلم موسى على التنفيذ بهذه اللحظات من دون أهداف المباراة حتى هذه الدقيقة، والكرة تصل من الطرف الأيسر. مرور مهند لكن لم تكتمل اللقطة ولم يمر مهند، والكرة إلى خارج الملعب. كرة إلى خارج الملعب تنفذ بصورة سريعة. الميناء اللي يستحوذ ويسيطر على الكرة، ردة الفعل لم تكن حاضرة سوى لقطة أحمد جلال. شوف مصطفى مؤيد والبسالة الدفاعية، وهنا الكرة تعود إلى لوفيلو للقائد وهداف الفريق ولاعب الخبرة علاء عبد الزهرة اللي يلعب كرة سريعة لكنها بأحضان حارس المرمى. هداف فريق الميناء هذا الموسم علاء عبد الزهرة برصيد 11 هدف.
بعيد عن أقرب ثاني هداف مهند عبد الرحيم، 4 أهداف فقط سجل هذا الموسم مع المينا. أما بالنسبة لي على عبد الزهرة صاحب 37 سنة، من اللاعبين الخبرة، من اللاعبين المميزين، من اللاعبين المنضبطين والملتزمين بدنيا، ودائما تركيزه بكل المباريات حاضر. هذا الكلام حقيقة ويجب أن نقوله، ودائما ما يسجل جميع أهدافه مميزة، وآخرها سجل ركلة حرة مباشرة من مسافة جدا بعيد. أيضا عودة على الطرف الأيسر، نقلة لا زالت بالنسبة للميناء، هدف يضاف بهذه اللحظات أو ماذا، أو تبقى النتيجة من دون أهداف. كل شيء وارد بهكذا دقائق، بهكذا ثواني. الكرة تصل الآن للخط الدفاعي بهذه اللحظات، نقلة من الطرف الأيمن بالنسبة للاعب مجتبى علي. تمريرة الآن، شوف مهارات لوفيلو اللاعب الجابوني، لوفيلو يمر لوفيلو لكن يتحصل على مخالفة. اهدأ يا لوفيلو، وإلا ظهرت نعم بطاقة مجانية، هي بطاقة مجانية، يعني هو اللي قدم النفس بطاقة مجانية. أعصاب توتر بعد التدخل، يعني الحكم أعطاك مخالفة لم تكن تستوجب هذه اللقطة يا لوفيلو. شوفها بالإعادة. اي نعم تدخل موجود، لكن حكم انصفك باللقطة، أعطاك مخالفة لم تكن لها داعي أن تذهب إلى اللاعب. نعم تحصل هكذا أمور، تحصل بكل مباريات العالم، لكن بطاقة، نتحدث عن البطاقة المجانية. هذه ثاني بطاقة باللقاء بعد اعلام حيث المهاجم ديالا. الآن لوفيلو، جيلتش لوفيلو ومخالفة. هذا هو أحمد جلال صاحب أخطر فرصة باللقاء، كرة عالية الآن خطيرة، لكن الإبعاد وتشتيت الخطر. ودخلنا بالدقيقة 26، لا زالت المباراة من دون أهداف. وبالحديث عن الأهداف، هل تصل الأهداف؟ مهند الآن مخالفة لفريق الديالة بهذه اللحظات. ننتظر ونشاهد. والكرة تصل الآن لمصلحة ديالا. هذا أحمد جلال، تدخل ممتاز من اللاعب لوفيلو، تدخل بصورة جميلة على أحمد جلال. إذن الكرة مرت إلى خارج الملعب. مباراة متكافئة ما بين الطرفين، الفارق الاستحواذ لفريق الميناء، يعني بصورة طبيعية يلعب على أرضه ويستحوذ، لكن لغة كرة القدم هي الأهداف. فمن يسجل أول أهداف اللقاء؟ كرة من الطرف الأيسر الآن على التنفيذ بالنسبة لأبناء مدينة البرتقال. هذه لمصلحة ديالا، تنفذ الآن، وسهلة لحارس المرمى عباس كريم. هذا هو علاء عبد الزهرة، شوف متراجع من أجل مساندة الخط الدفاعي. كرة عادت الآن، هذا هو كيسندا راح، كيسندا تمريرة من علاء، كيسندا انطلق الغزالي الأسمراني، كيسندا عرضية لكنها طالت إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة وضربة ركنية أخرى وجديدة للسفانة. هذا كيسندا طرف الأيمن، السرعة الخيالية والخطورة، لاعب مزعج للخطوط الدفاعية هذا كيسندا. يعني صراحة الفريقين يمتلكون أسماء ممتازة قدمت هذا الموسم، قدمت أداء رائعا. أيضا هنا الكرة للمتخصص عباس ياس على تنفيذ الضربة الركنية وبانتظارها. هذه وين يا السفانة؟ والحارس مصطفى جاسم يتدخل بهذه الأثناء. وأي لقطة، اعطيني اياها بالإعادة يا مخرج. سلامات لعلاء وسلامات لمصطفى جاسم. أي لقطة وكيف ضاعت. خلينا نشوفها بزاوية أقرب. هنا الرأسية اللي تصدت بمصطفى مؤيد، وانطلاقه وقفز على الكرة من مصطفى جاسم. هو أقرب. نعم هو أقرب للكرة.
وبذلك الحديث الآن سلامات للحارس مصطفى جاسم اللي سبق وأن كان حارسا لفريق القاسم. بذلك الانتظار لا زال قائما. حديث هل هنالك العودة إلى غرفة الفيديو؟ هنالك بغرفة الفيديو الدولي مهند قاسم ويساعد جهات عطية. نشاهد وننتظر هنا بعض الجماهير العاشقة والمحبة للميناء. شوف على ما أعتقد حديث مع الحكم والقرار النهائي سيأتي بعد لحظات. سلامات مصطفى جاسم. هنا الإعادة خلينا نشوفها بصورة أوضح. اصطدت الأولى وهنا الانطلاق. خلينا نشوف نشاهد ركبة الحارس بوجه مهاجم الميناء على عبد الزهرم، لكن القرار النهائي للحكم ويطالب بالاستمرار. ليس هنالك ركلة جزاء تنفذ الآن. الرأسية عادت وعلى الطرف الأيسر لمصلحة ديالة يبحث ديالة ومن حقه هذا البحث، لكن التركيز مطلوب. وهنا ماذا توقف للتبريد على ما أعتقد. كولينج بريك. نصف ساعة مرت بشوط المباراة الأول، 30 دقيقة انقضت وهنا كولينج بريك. نعم هي فرصة لشرب المياه وتلقي التعليمات والتقاط الأنفاس بسبب الأجواء الحارة على مستوى حالة الطقس. هذا القانون اللي طبق بصورة جدا جميلة، أعطى الأفضلية لبعض اللاعبين بالأخص بالدول اللي تكون حالة الطقس حارة عندهم. كولينج بريك. شوف جمال الله على جمال البصرة الفيحاء، بصرة الأدب والشعر والتاريخ العريق. الله على جمال البصرة وعلى لقطات البصرة، وهي بالمساء جميلة وفي كل وقت جميلة صراحة. البصرة ملعب الفيحاء اللي تقدم هذه المباراة من خلاله بلقطة جميلة وعودة لأحداث اللعب بعد لحظات. هنا تلقي التوجيهات الزلفاني والصادق سعدون، وكذلك مساعدة طلال خلفان. حديث اللي لا زال مستمر في ليلة الوداع، في ليلة الختام، في آخر مباراة للفريقين لموسم طويل شرف على النهاية. وهكذا نطوي آخر صفحة من كتاب هذا الموسم في دوري نجوم العراق. موسم لم يكن مجرد مباريات، بل كان حياة كاملة عشناها معا. لحظات فرح وانكسار، دموع جماهير وصيحات فوز على وقع الشباك، من الشمال إلى الجنوب، من زاخو إلى البصرة. كل ملعب كان مسرحا لحكاية، وكل فريق كتب اسمه أما في المجد أو في دروس الحياة. شكرا لكل لاعب قاتل بشرف، شكرا لكل مدرب حلم، لكل إداري تعب، ولكل مشجع عشق الشعار دون شروط. وأن انتهى الموسم لا ينتهي العشق، فالدوري يختتم اليوم، لكن حب كرة القدم العراقية تحديدا باقي في القلب. أيضا نلقاكم بالموسم المقبل، ولا زال للحديث بقية بهذه المباراة. أي لحظات وأي إثارة وعودة لأحداث اللعب مرة أخرى يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نوعا ما الأمور متساوية الكفتين، فريقين نفس الأداء يقدمون حتى هذه الدقيقة، لكن مع أفضلية نسبية لفريق الميناء بداعي الاستحواذ والوصول لأكثر من مرة. فريق ديالة كانت له فرصة متاحة بكرة اللاعب أحمد جلال، لكن هو اللي رفض الهدية. والآن نشاهد والآن نناظر لهذه اللحظات. هل نشاهد هدف أول بشوط المباراة الأول؟ ومن الممكن لديالة أحمد جلال، لكن الكرة فيها صافرة وإلى حارس المرمى، هي للحارس عباس كريم.
اللي امامك بالصورة المدافع مجتبى علي. مجتبى علي، شاهد الآن نتكلم عن مجتبى علي برقم 4 اللي بدأ يعتمد عليه المدرب حسام السيد. كرة تصل من الطرف الأيمن، دقائق لا زالت تمر، لحظات تمر، وإثارة لا زالت حاضر، لكن مباراة ينقصها الأهداف، مباراة تحتاج عن الأهداف، أو تحتاج للأهداف، تبحث عن الأهداف وتحتاج للأهداف. الكرة تصل من الطرف الأيمن، نقلة بمنتصف الملعب، مرتضى حسن يغير اللعب، زميله علي السجاد، عالية الكرة خطيرة لكن يتدخل المدافعين، يتدخل حسين عامر وإلى خارج الملعب. كرة مرت إلى رمية جانبية، هذا هو حسين عامر، هي الرقم 5، وبذلك رمية جانبية لفريق ديالى. ديالى يبحث الآن عندما تأهل وكان بطلا للدوري الممتاز بموسم 2023 اللي تأهل في تلك المباراة. كانت الفرحة عارمة لكل عاشقين ومحبين ديالى بعدما تأهل على حساب فريق القرمة بركلات الترجيح بعدما انتهت بنتيجة 2-2. فريق ديالى هذا الموسم لعب 37 مباراة، فاز ب10 مباريات وتعادل ب11 مباراة وخسر 16 مباراة، سجل 31 هدف واستقبل 47 هدف. أكبر خسارة لديالى هذا الموسم كانت من الشرطة بنتيجة 6-0. وهنا الكرة تصل من الطرف الأيسر لوفيلو، لكن عندما نتكلم عن الأشياء الإيجابية أيضا قدم ديالى موسما كبيرا وأحرج الكبار، تعادل مع القوة الجوية 1-1، تعادل مع الميناء بمباراة الذهاب 1-1، تعادل مع الزوراء 1-1، وايضا تعادل مع كربلاء 2-2. نتكلم عن المباريات المتعادله، مرور جميل عن طريق محمد خالد شفال، محمد خالد وتمريره اصطدت من احمد جلال، مصطفى مؤيد دوران ممتاز، انطلاقه لكن محاصر، وبذلك هي صافره ومخالفه من الاولى. يعني نتكلم عن اخر 10 مباريات لديالى، فاز على نفط ميسان وزاخو 1-0، تعادل مع النجف 0-0، خسر من الزوراء 1-0، فاز على أربيل، خسر من الشرطة، فاز على دهوك والكرخ والقاسم، وآخر مباراة تعادل مع نفط البصرة. إحصائيات ممتازة، أرقام جيدة، أرقام إيجابية على مستوى الإحصائيات. لكن هنا المخالفة لمصلحة ديالى، أحمد جلال على التنفيذ، الكرة عالية والرأسية والإبعاد على الطرف الأيسر، لا زالت قائمة. هذا هو حيدر فرحان، هل ينشر الفرح؟ لكن الكرة اصطدت ومسلم موسى هو الأقرب لهذه الكرة. هذا هو حيدر فرحان اللي احترف ولعب لنادي سكايت النرويجي، وهنا مصطفى مؤيد، وبذلك المباراة لا زالت مستمرة من دون أهداف حتى هذه اللحظة. شوف المواجهة الفردية اللي جمعت اللاعب مسلم موسى وحيدر فرحان بالكرة الماضية، لكن تدخل عباس ياس. كرة من الطرف الأيمن، تمرير الآن، بدأوا يبحثون عن كيسيندا، لكن يلعب بالنار كيسيندا، وتمريرة خاطئة تعود الآن لفريق ديالى. هذه خطيرة لا زالت قائمة لديالى. الله على المرور الجميل، لكن الكرة العالية من الطرف الأيسر طالت على مهند عبد الرحيم ووصلت سهلة للحارس مصطفى جاسم. عالية الكرة لمصطفى مؤيد الآن، انطلاقة، مواجهة ما بين كيسيندا، مصطفى يتفوق، مصطفى يمر، مصطفى تأخر، مصطفى عدى، مصطفى يتلاعب، وهنا استمرارية اللعب. كرة من الطرف الأيسر، هل غادرت أو لا؟ نعم غادرت. اهدأوا يا شباب. أعصاب على اللقطة، والله العظيم ما طلعت، والله اسمع يعني أعصاب على اللقطة. وبذلك الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية لديالى، ضربة ركنية لمصلحة ديالى، وعلى التنفيذ الآن من الطرف الأيسر، تنفذ خذوهات 1-2، لا زالت الكرة قائمة لديالى. الله
لكن ردة الفعل من الحارس عباس كريم للمرة الثانية، يتألق ويتعملق، وكرة مرت من ديالة، علي السجاد الآن. شوفوا بالإعادة رأسية مصطفى مؤيد، لكن الحارس يتألق عباس كريم، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر هذه لديالة، ومرة أخرى تضيع، وهذه انطلاقة كيسندا راح الغزال، ومن يوقف الغزال؟ لا 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 لا، السرعة لا، ليس بكل مرة. وهنا المدافع المميز بالكرة الماضية يتدخل، وعودة دفاعية ببسالة عن طريق اللاعب علي كريم اللي أمامك بالصورة. ممتاز كيسندا عندما ينطلق. هذه الكرة إلى لوفيلو، تبادل التمريرات الآن، البحث عن المساندة. كيسندا يستلم، كيسندا يمر، يا لوفيلو، لكن صافرة ومخالفة. جليتش لوفيلو، هو أرادها من بين الأقدام، هو أرادها هكذا وفعلها. وبذلك الكرة لعباس ياس المتخصص لتنفيذ الكرات الثابتة. عباس ياس والكرة العالية والرأسية الخطيرة. هنالك صافرة. هل سجل الهدف؟ نعم، هدف أول للميناء، هدف أول للسفانة. دربكة حصلت بمنطقة الجزاء، وبذلك هدف صحيح. نعم، مجتبى علي يسجل بالدقيقة 40 لمصلحة الميناء. شوف اللقطة الآن، خلينا نشوفها بالإعادة. الدربكة اللي حصلت بعد خروج لاعبين ديالة من الخط الدفاعي، وكانوا يبحثون عن الوقوع بمصيدة التسلل للاعبين الميناء، لكن هنا الدربكة شوف هي اصطدت، تقدم الحارس وأراد أن يبعدها. كانت هنالك لمسة يد، كانت عيني على الحكم، وكنت أعتقد بأنه قرر أن هنالك مخالفة، لكن شوفها لمسة اليد كانت موجودة، لكن متابعة من مجتبى وسجل من خلالها أول أهداف اللقاء. تردد بالإبعاد، لكن هنا الدخول وهنا العبور، ومجتبى يسجل. مجتبى علي هو من يسجل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 40. يلا شباب، تشيكن جول على ما اعتقد، تشيكن جول. لكن لماذا تقدم حارس المرمى؟ هنا السؤال. مصطفى جاسم، تشيكن جول. هل احتسب الهدف او لا؟ لننتظر القرار النهائي. الامور الان نعم، هدف اول للميناء، سجل اللاعب مجتبى علي، وبذلك الان التقدم ياتي قبل نهايه شوط المباراه الاول بدقائق قليله، وبذلك الكره تصل من الطرف الايسر. هذا صديق جمال اللي ينطلق نحو الامام ويحاول الان، وكره مرت واصطدت. يعني الاخطاء وارده بكره القدم، الاخطاء وارده. هدف كان من دون تركيز بالنسبه للخط الدفاعي وحتى حارس المرمى. الخط الدفاعي حيدر فرحان اللي لم يتعامل مع الكره بصوره ممتازه، وتقدم حارس المرمى مصطفى جاسم كذلك. وهنا كره تصل فريق الميناء الان، الثقه انبعثت بقلوب اللاعبين بعد هذا الهدف اللي اعطاهم التقدم، بعد هذا الهدف اللي اعطاهم هذه الثقه. كره الان قبل نهايه شوط المباراه الاول بدقيقتين. ننتظر ونشاهد. هذا هو كيسندا، والرمية الجانبية تنفذ بهذه الأثناء. لوفيلو إلى صاحب الهدف مجتبى علي، تغيير اللعب من حيدر سالم، تبادل التمريرات. هذا مسلم موسى. فريق الميناء يحاول للوصول عن المزيد، وفريق الديالة سيحاول بأي طريقة من أجل هدف التعادل. كرة تصل الآن
آخر لحظات شوط المباراة الأول، والكرة تعود بنفس التوقيت بنفس اللحظات. هنالك مباراة النفط والزوراء بملعب الساحر أحمد راضي، والنفط متقدم على الزوراء بهدف مقابل لا شيء. هنا الميناء متقدم على ديالى، هنالك النفط متقدم على الزوراء، والمباراتين التي انتهت بتعادل القرمة والقاسم، القاسم والشرطة والقرمة وزاف. على التنفيذ مصطفى جاسم. مصطفى جاسم آخر دقيقة للوقت الأصلي يوم تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هنا بملعب الفيحاء، هنا كرة تصل بهذه الأثناء بهذه اللحظات، والكرة تعود مرة أخرى، والصافرة والمخالفة على حيدر سالم. حديث مع الحكم، حديث مع حكم اللقاء. سلامات لمصطفى مؤيد، بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على اللاعب حيدر سالم. هنا حديث مع الفار أيضا، لكن خلينا نشوفها. عملية الدفع كانت حاضرة على مصطفى مؤيد، هذا اللي يحتاج عليها لاعبين الميناء. هي الحالة الأولى لمسة اليد، وبذلك هنا التدخل من حيدر سالم. اهدى 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 علي خالد. قائد الفريق بحديث مع حكم اللقاء محمد صادق عبد. اوه بطاق توزيع البطاقات، يعني الاحتجاجات لن تغير اشياء، الاحتجاجات لن تغير القرارات. والبطاقة الصفراء حضرت هذه المرة على القائد على ما اعتقد. نعم علي خالد. هل هي البطاقة الصفراء؟ يعني مكتوب علي خالد، لكن عندما شاهدنا الحكم محمد صادق عابد أشهر البطاقة على اللاعب اللي يقف بجوار القائد علي خالد. يعني صراحة سنكتشف ذلك بالدقائق المقبلة. إذن 3 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، نوعا ما شوط هادئ متساوي الكفتين على مستوى الأداء، وصول من هنا وصول من هناك، استحواذ للميناء، خطأ دفاعي وأخطاء فردية تسببت بالهدف الأول. الميناء كان يستحق هذا الهدف صراحة بعد الوصول لأكثر من مرة. كيسندا جرب حظه بمرتين، وصول مرة كان عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة بتسديدة تألق فيها الحارس مصطفى جاسم. والآن دخلنا باللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. هذا هو الحكم محمد صادق عبد. استئناف اللعب. عاشقين ومحبين ديالى يمنون النفس لهدف التعادل، أما فريق الميناء وعشاقه ينتظرون المزيد من الأهداف. استئناف اللعب وآخر لحظات شوط المباراة الأول، وكرة لمسلم موسى. الآن مسلم موسى، تمريرة تصل من اليسار، نقلة لا زالت، انطلاقة نحو الأمام، وهنا التمريرة، هنا التحضير، لكنها تعود، لكنها لا زالت بالنسبة لي فريق الميناء بعدما وصلت عن طريق اللاعب اليمني أسامة عنبر. لا هنا صافر، هنا المخالف. نعم اتضح، شوف حتى صححها المخرج، يعني كلامي صحيح. محمد خالد شفال هو اللي تحصل على البطاقة الصفراء، هذا هو محمد خالد شفال هو اللي تحصل على البطاقة الصفراء وليس المدافع علي خالد. إذن كرة من حيدر سالم على الجهة اليسرى. آخر لحظات شوط المباراة الأول، لحد هذه اللحظة الميناء هدف ديالى لا شيء. كرة لا زالت من الطرف الأيمن لحيدر فرحان، حيدر فرحان لعلي خالد، تمريرة لصديق جمال من اليسار،
صديق جمال تغيير اللعب بكرة عالية اصطدت من عباس ياس، لا زالت قائمة وعودة مرة أخرى بالنسبة لديالة. تمرير الآن، تصل الآن، انطلاق الآن، على ما أعتقد ستصل الصافرة بعد هذه الهجمة الأخيرة، بعد هذا الوصول الأخير. انطلاق الآن من الطرف الأيمن، لا زالت لم تغادر، واستئناف اللعب. كرة لعلي سجاد، علي سجاد والتسديدة قوية لكنها إلى خارج الملعب. هو متخصص، هو هذا اللاعب المتخصص لهكذا تسديدات. شوفوا بالإعادة تسديدة قوية ساقطة مرت إلى خارج الملعب، وبذلك بانتظار صافرة حكم اللقاء لنهاية شوط المباراة الأول. بهذه الأثناء الميناء هدف بهدف سجل اللاعب مجتبى علي، ديالة لا شيء. تنفذ الكرة الآن وحيدر سالم ينطلق. نعم توقفت المباراة دقيقتين واحتسبها، يعني أصبح 5 دقائق وقت كبدل ضائع، يعني 10 ثواني على النهاية. كرة من الطرف الأيمن الآن، تمريرة لا زالت قائمة بمنتصف الملعب، انطلاقة لمهند عبد الرحيم. حيدر سالم يغير اللعب من الطرف الأيسر، لا زالت قائمة، هذه عالية الكرة وإلى خارج الملعب. وصافرة لنهاية شوط المباراة الأول، لا تذهب بعيدا، استراحة قصيرة ونعود لاستئناف شوط المباراة الثاني. ماذا سيفعل مدرب نادي ديالة يامن الزلفاني متأخر بفارق هدف حتى هذه الدقيقة، وماذا سيفعل السوري حسام السيد للمحافظة على هذا التقدم؟ لا تذهب بعيدا، لنا عودة بالشوط الثاني. هل ينجح بالتسجيل النيجيري توميو عبد سليم؟ توميو جول، هدف أول للزوراء عن طريق النيجيري. توميو يسجل أول أهداف اللقاء وسط فرحة جماهير الزوراء القليلة جدا في مدرجات هذا الملعب، لكن هذه الصغيرة أكيد تحتفل بهذا التقدم. توميو الذي وضع الكرة في زاوية وعبد سليم في زاوية أخرى. توميو يتقدم للزوراء ويسجل 9 أهداف مع نادي الزوراء ليكون هو هداف الفريق. أوسينيوم على عبد الزهراء، من سوف يصوب؟ السنغالي على تصويبه. جول 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 على عبد الزهراء، أي تصويبة، أي قذيفة في مرمى النوارس. يمزق شباك الزوراء بهذه التصويبة الذي لم يحسن التعامل معها جلال حسن. توقع الكرة للخارج لكن الكرة سكنت الشباك، أي تصويبة من علاء عبد الزهراء. شاهد الدقة بالتسديد، شاهد الدقة بالتسديد من علاء عبد الزهراء. علي محسن إلى منذر العلوي، منذر تمرير السجاد، سجاد، الله على سجاد، مرور جميل من امام علاء عبد الزهراء. منذر لسجاد يحاول الان، وصلت لعلي محسن الى سجاد يصوب والكره الخطيره. جول 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 جول، تمريرات جميله من لاعبي نادي الزوراء، وفي الاخير مراد محمد يبصم ويصادق على هذه الكره ويضعها في شباك نادي الميناء. سيطرة واضحة تماما لنادي الزوراء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. سجاد الذي لعب الكرة بيسراه
ووصلت لمراد محمد. لم يكن متسلل الذي وضع الكرة في شباك نادي الميناء، وعبد سليم حماد ولاعبي نادي الميناء رأوا الكرة تدخل للشباك كما رأيناها نحن المشاهدين والمتفرجين هناك. تمرير الآن، الله، قيثارة 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 قيثارة، بسام الرسام عبر الحدود بهدف، عبر الحدود بهدف. والقيثارة طبعا في ليلة التتويج، في ليلة الفرح، في ليلة القبض على الدرع، بسام شاكر، بسام بيسارية شرطاوية برازيلية. الله 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 الله، لاحظ تونسي إلى عراقي وبسام شاكر. الله يا بسام، الله، عالمي عالمي عالمي، بهدف هدف 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 على طريقة نجم برشلونة يامال. الله، شنو الجمال، شنو الجمال يا بسام يا الرسام. الرباعية على التوالي، قيثارة، داود 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 داود، وجول لداود، محمد داود محمد داود محمد داود. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة. قيثارة يا أبطال، دقينا غارة والغيرنا ما يروح الدرع حتى الصدى. الشرطة، الله الله الله، بدأت الأفراح. مناف، يونس، واللقطة الجميلة، لكن شوف الخطأ، شوف الخطأ الكبير. مرتضى جمال، وهدف في غاية الجمال لداود، محمد داود محمد داود محمد داود طبعا هدف الرابع، هو موسم الرابع وهذا هدف الرابع، هو سجل طبعا على ديالا والطلبة والنفط. محمد داود بهدف ثاني للشرطة في الشوط الثاني من أجل التقليص. عالية الكرة والرأسية، وهدف هدف 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 للحدود يقلص الفارق. رأسية كانت ربما سيف كريم، لاحظ والرأسية وهدف سيف داكوستا لعب الكرة وسيف كريم. لاحظ بغداد العاصمة، بغداد الحبيبة، بغداد خضراء. هاي المواس، هاي العقيد، هاي العقيد، هاي العقيد بهدف جديد، هو البرازيلي لوكاس سانتوس. ثالث للشرطة، ثالث للقيثارة في ليلة التتويج، في ليلة الفرح. ثالث للشرطة عن طريق البرازيلي. الرباعية التاريخية والثلاثية بالنتيجة. شوف هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لا وجود للراية من سوري لبرازيلي. اللي يلعب على المرتدات، اللي يبحث عن اي ثغرة، عن اي مساحة. هذه خطيرة، والله الله الله الله، تكمل بهدف جول. نعم، البرتقالة تثمر من جديد. ديالا فريق لم يأتي ليكمل عدد، بل من أجل البقاء مع الكبار، والبقاء تحقق، لكن الكبرياء مستمر. وأي هدف وأي كرة، أعطينا إياها يا مخرج، خلينا نشوف
كان محظوظا اي نعم، لكن هكذا هي كرة القدم، تعطي لمن يعطيها. لم يفقد الامل منذ البداية. شوف التمريرة الذكية، شوف الكنترول، لم يكن بالصورة المثالية، لكن حارس المرمى مجتبى يلعب بالنار. وهنا يتلاعب كما يحلو له، يمر كما يريد، يسجل. نعم هدف اول جميل، هدف اول جميل بالنسبة لديالا. شوف المرور وشوف التلاعب وشوف الفينش وشوف المتابعة. نعم هو علام حسن يسجل اول اهداف هذه المباراة بالدقيقة 22. شوف هو اللي قدم، هو جعل مدافعون فريق نفط البصرة في دربكة، وهنا حضرت الدربكة وفقد التركيز. اياد عبد فرحان، اياد اللي يغير اللعب، هذا هو زيكي يحاول. الله يا ساتر يا ساتر، اي تصويبة واي هدف. نفط البصرة بهدف للتاريخ، بهدف عالمي. نعم البديل الناجح زيكي في وقت الظلام أضاءت شرارة الجنوب من قاع الجدول، يخرج صوت الفرسان. وأي هدف وأي تصويبة، اعطيني إياها يا مخرج، خليني استمتع، خليني أشوف، خليني استمتع بهذا الهدف. شوف مرر له، شوف هو اللي خلق المساحة لنفسه، هو اللي تحول. هوب هدف جميل يا زيكي من ثاني لمسات. علقها بالزاوية 90. وأي تصويبة يا زيكي، بذلك يسجل هدف التعادل بهذه المباراة، وأيضا يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم لنفط البصرة. إسماعيل هدف ثاني بالنسبة لنفط البصرة من ركلة الجزاء. التوغولي إسماعيل أورو يسجل ثاني أهداف نفط البصرة و10 أهداف هذا الموسم. ويحتفلون لاعبين نفط البصرة. انقلبت الطاولة، انقلبت الأمور. نعم هدف من الممكن أن يغير الكثير والكثير. وهنا التصويبة اليسارية الجميلة اللي سجل من خلالها إسماعيل أورو اللاعب التوغولي ثاني أهداف نفط البصرة. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية وأي مفاجآت وأي قصص. هذا هو الدور الكبار، هذا هو دور النجوم. وفرصة لهدف التعادل لديالا محمد خالد شفار. نعم هدف التعادل لديالا، هدف التعادل لأبناء مدينة البرتقال. وفي أجواء الصيف الحارة لابد أن تنعش الجسد بالبرتقال، وفي دورينا لا يحلو الموسم إلا بوجود البرتقالي. وهدف التعادل من ركلة الجزاء يسجل محمد خالد شفال، وبذلك يصل لهدف الثاني هذا الموسم وثاني أهداف هذه المباراة. والحارس بزاوية والكرة بزاوية. مباراة فيها 4 أهداف يتقاسمها الفريقين. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية. هذا هو دوري نجوم العراق. والدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول لحساب الجولة 37 ما قبل الأخيرة تنفذ. أول أهداف المباراة بهدف أول لنادي كربلاء للعميد. يأتي أول أهداف المباراة من كرة ثابتة فعلها حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. شاهد وضع هذه الكرة وين بعيدة على الحارس جدا بهدف أول لنادي كربلاء. بأول أهداف المباراة للعميد الكربلائي من اللاعب حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء بالدقائق الأولى من المباراة بكرة ثابتة أسكنها الشباك في الزاوية البعيدة على الحارس وليد عطية. جاد الله يلعبها، وهنا التصويبة، هنا الهدف. الله
جاء هدف التعادل من سامهين البوركيني، يسكنها الشباك ويرفض الاحتفال، يعدل نتيجة المباراة لنادي النفط من سامهين، يعدل نتيجة المباراة. شاهدون التمريرة هنا، المرور بالوليد كريم إلى حسام، ويأتي سامهين ليضعها في المرمى ويعدل نتيجة المباراة لنادي النفط. يرفض الاحتفال أمام فريق السابق بعد أن عدل نتيجة المباراة. هدف التعادل، وهنا تنفذ الكرة، عدت، ممكن أن يكون الثاني. الله، هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر، فعلها مشتاق طالب. نعم جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق، والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور، هذا الأسيست الجميل. هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق، أتى من الخلف، شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف حتى الآن لهذه الكرة الثابتة. تلعب من أحمد صبري لستار، ستار لأحمد صبري، عدت هنا تحت العرضية، وهنا الراسية. جاء الخبر السعيد وعادت بهدف التعادل. حسام جاد الله أجادها، نعم، وضعها في الراس من حسام جاد الله خلف، يسجل هدف التعادل، يجيدها ونعم ويسكنها في شباك كربلاء بهدف ثاني لنادي النفط، وهدف العودة هدف التعادل من حسام جاد الله. هنا دايركت بس 10 دقائق او 7 دايركت. هي دايركت بس نموت ماكو دايركت، يعني ولا من يصيحها هو كابتن ماجد حاجه كابتن ناصر يبقى جاهز والبقيه جاهزين. زين حميد جهز نفسك حام، يعني ولد حامين فوق، تجهز نفسك على كذا. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نجدد التحية، ووصلنا إلى شوط المباراة الثاني بعدما انتهى وأنقذ شوط المباراة الأول بتقدم فريق الميناء بهدف نظيف سجل اللاعب مجتبى علي. الآن وصلنا إلى 45 دقيقة أخيرة هي المتبقية لآخر فصول هذا الموسم، آخر مباراة بالنسبة للفريقين هذا الموسم ما بين فريق الميناء وفريق ديالى. سجل بالدقيقة 40 الميناء، والآن بانتظار ردات الفعل وماذا سيجري بشوط المباراة الثاني، أي ردة فعل أي عودة سنشاهدها. هل يبقى الميناء متقدما؟ هل يسجل السفانة الهدف الثاني؟ هل يعدل ديالى بهدف؟ إذن محمد خالد شفال هو اللي يغادر ويشارك اللاعب علي سلام ثاني مشاركاته بهذا الموسم. علي سلام بالرقم 87 يريد المدرب يامن الزلفاني أن يستخدم الخيارات، وهذه خطيرة لديالى لكنها مرت إلى خارج الملعب. طالت الكرة الآن، هذا مصطفى مؤيد، بداية قوية من أبناء مدينة البرتقال، بداية قوية من ديالى يريدون من خلالها. نعم أحمد جلال أيضا غادر، تغييرات حضرت، محمد خالد شفال هو اللي غادر. وبالنسبة للتغييرات علي سلام بديلا عن أحمد جلال.
وأيضا بنفس التوقيت من الجانب الآخر الزوراء متأخر بفارق هدفين أمام النفط، هدفين مقابل لا شيء للنفط على الزوراء. وهذه ضربة ركنية لديالة، تنفذ الكرة العالية والرأسية، لكن هنا حيدر سالم هو اللي شتت الخطر. وهنا مشروع المرتدات، كيسندا يغير اللعب من الطرف الأيسر، مسلم موسى يحاول الوصول لكن الحارس يتدخل مصطفى جاسم، وبذلك مصطفى مؤيد من الطرف الأيسر، سرعة حاضرة الآن لكن تدخل لا زال. هذا محمد خالد شفال لا زال موجودا بالملعب، اللي غادر اللاعب أحمد جلال واللي شارك علي سلام، وبذلك مخالفة بهذا التوقيت مجتبى علي اللي سجل الهدف الوحيد بهذه المباراة. والكل يترقب أن يشاهد المشهد الأخير، المشهد الختامي ما بين الفريقين. بهذه النتيجة الميناء يتجاوز ديالة ويصبح هو بالمركز 16، لكن هنا مهند عبد الرحيم ينتظر المساندة. وين المساندة؟ تصل الكرة من الطرف الأيمن، كيسندا والرأسية لكن بعيدة، الكرة أصبحت عالية ومرت على المهاجم علاء عبد الزهرة، هداف الفريق برصيد 11 هدف. كيسندا صاحب الهدف الوحيد اللي سجل بمرمى الطلبة، هذا هو كيسندا اللاعب الكونغي من الكونغو. وبذلك الكرة بعيدة على علاء عبد الزهرة، كرة لحارس المرمى مصطفى جاسم على التنفيذ الآن. أجواء مليئة بالعاطفة، أجواء مليئة بالشغف، آخر مباراة لهذا الموسم بالنسبة للفريقين. هذا هو اليوم الأول لحساب الجولة الأخيرة، الجولة 38 ضمن منافسات دوري نجوم العراق 2024-2025. تمريرة تصل من الطرف الأيسر، وتمريرة لا زالت على عبد الزهرة اللي يتحرك ويبحث أن يمررها بالمباشر، لكن صديق جمال هو الأقرب. صديق جمال يلعب كرة سريعة من الطرف الأيسر، انطلاقة نحو الأمام، تحضير لا زال، تمريرة الآن، متابعة الآن، مصطفى مؤيد طالت عليك يا مصطفى، تصل مرة أخرى، الميناء يتحرك، الميناء الآن بدأت تتحرك السفن، والكرة بعيدة من دون أي تركيز إلى خارج الملعب. هذا هو اللاعب مجتبى علي صاحب الهدف الوحيد بهذه المباراة، وبذلك الكرة لمصلحة حارس المرمى مصطفى جاسم. بعد الدقيقة 50 أو الدقيقة 60 ستجرى التغييرات على ما أعتقد. هذا هو القائد علي خالد اللي يوجه لاعبينه وزملائه. كرة من الطرف في الأيسر تنفذ عالية، تجاوزت خط المنتصف، تعود إلى لوفيلو تغيير اللعب، لكن عادت مرة أخرى من اليسار. محمد خالد شفال يمرر لمصطفى لكن بعيدة، مرت على مصطفى مؤيد وإلى رمية جانبية. لاعب ممتاز، لاعب جدا ذكي مصطفى مؤيد اللي سبق وإن لعب للطلبة ولعب لنفط البصرة ولعب لنفط الوسط، لأن هو لاعب لديالة وقدم موسما كبيرا هذا الموسم. وكرة لكيسندا من الطرف الأيمن، كيسندا الآن يمرر لمهند عبد الرحيم، مهند يدور، مهند يحاول، مهند يسقط، مهند يتلاعب، وصافرة تواجدت. نعم، مهند عبد الرحيم اللي لعب للزوراء والدهوك ولعب للجوية ولعب لنفط الوسط، والآن هو لاعبا للميناء، قاتل من أجل الحصول على كرة، لكن بذلك الآن صافرة ومخالفة يؤكدها حكم اللقاء محمد صادق عبد. ميناء يبحث، ديالة يحاول، مخالفة للسفانة. الميناء على التنفيذ الآن، هذا عباس ياس بانتظار الصافرة للميناء. هل هي فرصة لهدف ثاني؟ المتخصصين بالكرات الثابتة، الميناء والرأسية اعتلت ومرت إلى خارج الملعب. سلامات لعلاء عبد الزهرة، بذلك الكرة طالت مرت وإلى خارج الملعب. شوفها بالإعادة، ارتطام بالرأس ما بين علي خالد وعلاء عبد الزهرة، لكن لم يكن متعمدا، وبذلك التحام طبيعي. ومصطفى جاسم على تنفيذ هذه الكرة. ضربة مرمى الآن، تغييرات
لم تصل بالنسبة لفريق الميناء حتى هذه الدقيقة. وبذلك الكرة للحارس مصطفى جاسم على التنفيذ الآن، يلعب كرة تجاوزت خط المنتصف، مصطفى مؤيد رأسية خاطئة، مجتبى علي هو الأقرب بإبعادها، وبذلك الكرة تصل من الطرف الأيمن، صراع بدني ويتفوق فيه حيدر فرحان، والكرة إلى خارج الملعب. رمية جانبية الآن تصل إلى خارج الملعب أو لا زالت قائمة. هذا كيسندا عالية الكرة الآن، رأسية غيرت مسارها على الجهة الأخرى، لكن عودة لحارس المرمى عباس كريم. عباس كريم اللي تألق بشوط المباراة الأول وتصدى لفرصتين، كانت واحدة منها هدف محقق هو اللي تصدى لها بعدما مر من خلالها اللاعب أحمد جلال. أيضا الكرة تصل للطرف الأيسر بالنسبة لفريق الديالة اللي يحاول من خلالها المرور. مصطفى مؤيد عالية الكرة لديالة وعباس كريم. عباس كريم بهذه الكرة. حراس المرمى اليوم أعطاء الفرص للحراس البدلاء لأن يظهرون بأفضل صورة. والكرة من الطرف في الأيمن خاطئة، هذه التمريرة على السجاد استعادها. تحضير لا زال، قوة بدنية تتفوق، عملية إخراج الكرة بصورة سليمة. انطلاقة من كيسندا 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 الآن يحاول الأسمراني، يحاول كيسندا الآن، والكرة مرت إلى خارج الملعب، مرت على اللاعب كيسندا، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر. تستمر المباراة بهدف للميناء بإمضاء لاعب الميناء مجتبى علي. مجتبى علي هو اللي سجل، والكرة من الطرف الأيمن. تمرير الآن لحيدر سالم، حيدر مرور جميل، حيدر ممتاز، حيدر يحضر، حيدر وحيدر فرحان الآخر حيدر فرحان. شوف هنا عملية نقل الكرة، شوف المرور من اللاعب مرتضى حسن، شوف مهاراته وعملية قطع الكرة. والثاني قريب للميناء، الثاني قريب للميناء، هل ينجح علاء؟ لكن تأخر على كرة من اليسار. حيدر سالم يمرر الآن لزميله الآخر أسامة عنبر اللاعب اليمني، بعد ذلك النقلة للوفيلو اللاعب الجابوني. لوفيلو عالية الكرة، كيسندا الآن خطيرة، والحارس مصطفى جاسم هو اللي يتدخل بهذه الأثناء. سريع الكرة تلعب وعالية للبحث عليها، لكن الديالة هو الأقرب. ديالة يبحث عن هدف التعادل. ديالة، وهنا الخط الدفاعي بقيادة اللاعب عباس ياس هو من يشتت الخطر ويبعدها إلى خارج الملعب. على التنفيذ الآن بعدما نفذت عن طريق اللاعب علي سلام، لكن تصل الآن للاعب مرتضى حسن مستخلصة. شوف الميناء يلعب على المرتدات. الكرة من الطرف الأيمن، هذه للميناء، هذه للسفانة، عالية الكرة مسلم، والهدف الثاني قريب للميناء، لكنها مرت وطالت عليك. يندب حظ مسلم موسى، قدم لك يسندا كرة على طبق من ذهب، لكنها مرت إلى خارج الملعب. هي الكرة أهدرت على الميناء. شوف هم اللي متخصصين باللعب على المرتدات. هذه الكرة اللي اصطدت بالعارضة وبعد ذلك إلى خارج الملعب. استلام جميل على مستوى الصدر، وبعد ذلك المتابعة الرائعة من مسلم موسى، انتهى به المطاف إلى خارج الملعب. كأنه يعاتب الخشبات الثلاث وكأنه يتكلم: لماذا رفضت الدخول؟ هنا التغييرات اللي أجريت. عبد المجيد صبارة على ما أعتقد هو اللي شارك اللاعب اليمني بالنسبة لفريق ديالة. كرة مرت إلى خارج الملعب. نعم، غادر مرتضى حسن وعلي السجاد، وشارك مقتدى حسن واللاعب محمد محسن، ليس عبد المجيد صبارة. محمد محسن هو اللي شارك. هذه خيارات مدرب ديالة بعملية تنشيط الفريق وإيجاد الحلول من أجل هدف للتعادل. هذا ما يريده يامن الزلفاني المدرب التونسي. كرة من بمنتصف الملعب، هذا هو القائد. تمريرها الآن لتبادل الكرات
للبحث عن المساحات لخلق الحلول، هذا ما يريد ديالا. كرة لا زالت الآن محمد محسن هو من يرتدي إشارة القيادة بعدما كان القائد علي خالد. إذن هو مثل لعب لأربيل ولعب للديوانية وأيضا مثل فريق الصناعة محمد محسن. إذن الكرة من اليسار بالنسبة للميناء مسلم وتشتيت الخط. مسلم له فاعلية هجومية ودفاعية بصورة جدا ممتازة، دائما ما نلاحظ ذلك في كل المباريات. هنا كرة بخارج القدم تلعب على طرف الأيمن بالنسبة للاعب مجتبى علي. مجتبى يحاول، مجتبى يمرر، تمريرته خاطئة يا مجتبى، وبذلك الكرة سهلة للحارس مصطفى جاسم. تصل مرة أخرى لحيدر فرحان، استلام بمنتصف الملعب، عملية البحث عن الوصول لأي حل من أجل خلق المساحات وإيجاد الحلول لإضافة هدف بالنسبة لديالا. هذا ما يريد أبناء مدينة البرتقال. أما الميناء بملعب الفيحاء بالبصرة يحاول ولا زال قائما ومتقدما ويبحث عن المزيد. هذا ما يريد الفريقين، هذه الأمور الواضحة، هذه الأمور المتواجدة. هذا مصطفى مؤيد ينطلق من اليسار، مصطفى مؤيد والرأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب عن طريق المهاجم علاء محيسن. علاء محيسن يبحث عن إضافة ثاني أهدافه هذا الموسم بعدما سجل بالمباراة الأخيرة بشباك نفط البصرة. يريد اليوم أن يسجل هدف ثاني بالنسبة على المستوى الشخصي وهدف التعادل بالنسبة لهذه المباراة. هذه الكرة مرت إلى خارج الملعب، بعد ذلك العودة الآن لديالا. هذه خطيرة لديالا ولكن مقتدى حسن لم يستطيع اللحاق بهذه الكرة. هذا هو مقتدى حسن اللي شارك كبديل سبق وأن كان لاعبا لفريق الصناعات الكهربائية. كرة لمصلحة فريق الميناء، آخر مباراة للفريقين، المشهد الختامي، والكرة تعود الآن بهذه الأثناء من اليسار للاعب مسلم موسى أمام مقتدى حسن. مقتدى يتفوق بدنيا وفاعلية هجومية بدأت تظهر، لكن يحتاجون للمسة الأخيرة، وهنا الكرة تبعد بهذه الصورة. تصل الآن للوفيلو اللي يزيد بالسرعة، لوفيلو اللي يمرر كرة من اليسار الآن، انطلاقة لأسامة عنبر، لكن تمريرة خاطئة وتعود مرة أخرى من الطرف الأيسر لمصلحة فريق ديالا. ساعة مرت من اللعب والمتبقي نصف ساعة على نهاية هذه الأحداث، وهذه انطلاقة لديالا وممكن الهدف للتعادل. تدخل مميز من اللاعب حيدر سالم، لكن على ما أعتقد هو كان متسلل. نعم كان متسللا اللاعب علاء محيسن. هنا التغييرات بالنسبة للميناء، إضافة الدماء الجديدة، إضافة التغييرات بهذه اللحظات. حيدر سالم هل سيغادر؟ على ما أعتقد قدم مباراة كبيرة. هذا أسامة عنبر هو اللي يغادر، ناجي اللي شارك، والبديل الآخر من سيغادر؟ من؟ زين العابدين سيشارك. اي نعم، حيدر سالم اللي غادر. حيدر سالم وأسامة عنبر يغادران، وناجي ناصر وزين العابدين جاسم هم من يشاركون بهذه المباراة بهذا التوقيت بالدقيقة 60. قلت لكم التغييرات ستجرى بعد الدقيقة 60، وهذا ما حصل، تغييرين على بالجملة بالنسبة لفريق الميناء. الكرة مرت الآن إلى خارج الملعب، يتأخر فريق ديالا بهدف سجل مجتبى علي بالنسبة لفريق الميناء. وهل يفقد الأمل ديالا؟ لا، تعودنا بأن نشاهد يحاول حتى اللحظات الأخيرة، لكن الميناء فريق صعب ليس بالفريق السهل، وبذلك الكرة تمر إلى خارج الملعب. هي رمية تماس، رمية جانبية. تغييرات اللي أجريت بالنسبة لفريق ديالا، مقتدى حسن اللي يلعبها وعادت لمقتدى مرة أخرى. تمريرة بوسط الملعب لمحمد خالد، عالية الكرة الآن، رأسية. يا عباس ياس، هذه الكرة تحتاج إلى ثقة
وهو كان متأكدا من وصولها. شوف كيسندا، شوف كيسندا يتلاعب وبفاصل مهاري وكأنه لاعب برازيلي. تكمل الكرة، الله 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 الله، كيف ضاعت وكيف مرت. لوحة رسمت بأقلام جميلة، بدأت من كيسندا، انطلقت من اليمين. شوف بالإعادة تلاعب، مرر بخارج القدم لزين العابدين اللي عرض وعلى عبد الزهرة. هو من رفض هذه الهدية التي قدمت على طبق من ذهب. هذه الكرة اللي مرت، وهذه الإعادة لفرصة علاء محسن. الكرة مرت، وبالنسبة لفريق الميناء كانوا قريبين من إضافة الهدف الثاني. لو وصل الهدف الثاني بالنسبة للميناء ستكون مهمة ديالا صعبة في ظل هذا التراجع أو في ظل هذا التقدم الهجومي، والمساحات موجودة على مستوى المرتدات. نتكلم بواقعية، نتكلم من الجانب الفني. عندما تكون الكرة بحوزة ديالا يندفع لاعبين نحو الأمام لإيجاد الحلول من أجل هدف التعادل، لكن عندما تقطع الكرة تصبح مشروع مرتدة بصورة سريعة لفريق الميناء. على التنفيذ الآن، هذه كرة لمصطفى مؤيد، لا زالت قائمة لفريق ديالا. سيحاول من أجل التعادل، سيحاول من أجل العودة، سيحاول من أجل التعادل. هذا ما يريد ديالا. هذه تمريرة بعيدة، هذه التمريرة تمر إلى خارج الملعب، وهي ضربة مرمى للحارس عباس كريم. هذه نظرات المدرب السوري حسام السيد، مدرب فريق الميناء، اللي يبحث اليوم عن الحصول على النقاط الثلاث وأن يتجاوز المركز وأن يصل للمركز 16، لأن ديالا هو من مركز 16. لكن لم تنتهي المباراة بعد، لا زال الكثير والكثير ينتظرنا. وها هنا الكرات العالية، إلا إذا لكن مصطفى هو الأقرب. مصطفى جاسم حارس المرمى اللي ينفذ بهذه اللحظات، وكرة من الطرف الأيسر بالنسبة لديالا. الآن انقلبت الأمور نوعا ما. بالشوط الأول كان الاستحواذ للميناء، والآن أصبح الاستحواذ لديالا، لكن يحتاجون لهدف. هذا ما يريد لاعبين مدينة البرتقال. هذا علي سلام اللي شارك كبديل قبل لحظات بعدما غادر اللاعب أحمد جلال، وشارك علي سلام. كرة من الطرف الأيمن الآن، مهند عبد الرحيم يقاتل ويحاول، لكن الكرة مرت إلى رمية جانبية بالنسبة لفريق ديالا. على التنفيذ الآن، أمامنا 25 دقيقة متبقي. هل نشهد بها مفاجآت؟ هل نشاهد فيها أهداف؟ هدف واحد لحد هذه اللحظة وصل بلحظات لم تنتهي الأمور. يحاول البحث عن الوصول، لكن تمريرا لحيدر فرحان يختار من خلالها العودة لحارس المرمى مصطفى جاسم. كرة من اليسار الآن، انطلاقة لا زالت قائمة لفريق ديالا بخارج القدم، تسرع لكنها لم تصل، وعادت الآن مرة أخرى لديالا. انطلاقة نحو الأمام، يتدخل عباس ياس، ولوفيلو هو اللي يمرر على عبد الزهرة يحضر، وتمريرة خاطئة تصل الآن لمصلحة فريق ديالا. لا زالت قائمة، مقتدى حسن يمرر الكرة، لا زال الدوران، لا زال العبور، وبذلك الكرة عادت لديالا. نقل الآن من اليسار، البحث عن مصطفى مؤيد، لكن غير تفكيره، غير الكرة إلى مقتدى حسن، يحاول خلق المساحة، يحاول إيجاد المساحة، تسديدة من بعيد وغيرت مسارها بعدما بحث من خلالها. وهنا كيسندا راح، كيسندا انطلق، لن يتوقف القطار إلا بالمرمى. هكذا يريد الميناء، وضاعت مرة أخرى يرفض الهدية على عبد الزهرة. أي انطلاقة
أي انطلاقة من كيسندا للمرة الثانية. شوف تمريرة الحارس عباس كريم، وشوف انطلاقة كيسندا، هذا السريع، هذا القطار الذي انطلق كالسهم ومرر كرة على طبق من ذهب وعلى رفض الهدية، والكرة تعود الآن لمصلحة فريق الميناء. مسلم موسى انطلق، مسلم موسى يحاول، مسلم موسى، الله، السفينة ترفع الأشرعة وتطلق مدفع الفرح من موانئ البصرة ومن ملعب الفيحاء. القبطان مهند عبد الرحيم يوجه الدفة نحو الشباك، والميناء يعلنها: لن نغرق، نحن من نصنع المد والجزر. وأي هدف جميل يسجل بعد سلسلة من الفرص التي ضاعت والتي مرت على فريق الميناء. تمريرة مسلم موسى قدمت بأجمل صورة. شوف هذه النقلة، هذه الكرة، هذا اللي انطلق فيها مسلم، هذا اللي راح فيها مسلم، انتظر، ترقب، مرر، وهنا المتابعة والفينشنج الجميل. وبذلك السفانة يسجلون ثاني أهداف اللقاء. مهند عبد الرحيم إن كانت رفضت أن تدخل بأقدام كيسندا، وإن كانت ترفض الدخول بأقدام على عبد الزهرة، فهو لها. مهند عبد الرحيم يصل لهدف الخامس هذا الموسم بعدما سجل بشباك نفط البصرة والنجف ودهوك والطلبة، الآن يسجل بمرمى ديالا. بذلك الآن النتيجة 2 مقابل لا شيء، والميناء قريب جدا من انتزاع المركز 16 من ديالا منذ فترة طويلة. نتكلم عن نادي ديالا، آخر مباراة تعادل مع نفط البصرة، قبلها فاز على القاسم والكرخ، يعني آخر خسارة كانت أمام الشرطة. هل يخسر اليوم ديالا أو يعود؟ لم تنتهي المباراة بعد، لا زال ما يقارب أمامنا 21 دقيقة. هل هنالك عودة يا ديالا أو للميناء رأي آخر؟ كرة من الطرف الأيمن الآن، نقلة نحو الأمام، تمريرة لا زالت قائمة بهذه اللحظات. ومصطفى مؤيد موجود بالكرة الماضية. نشاهد أنا وإياكم وننتظر بهذه النتيجة. الميناء يصبح بالمركز 16 برصيد 43 نقطة، وديالا يتراجع للمركز 17، لكن لم تنتهي المباراة بعد. كرة من الطرف الأيسر تنفذ الآن على اليمين لصديق جمال. صديق جمال تمريرة بمنتصف الملعب لمصلحة ديالا اللي يبحث من خلالها. محمد محسن هو اللي يمرر من الطرف الأيسر الآن. نقلة لا زالت قائمة بالنسبة لديالا، عالية الكرة وإلى خارج الملعب، كولينج بريك، توقف للتبريد. دخلنا بالدقيقة 70 وهنا تتوقف المباراة. نتكلم بالأرقام والإحصائيات، خلينا نستغل هذا التوقف. إذن أيضا هنالك تغيير، قرار هو القادم بالنسبة لفريق الميناء، قرار جعفر صاحب 18 سنة، لاعب منتخب الشباب، هو اللي يشارك بهذه اللحظات. على ما أعتقد اللي غادر على عبد الزهرة، أي نعم، لم يكن محظوظ اليوم، على وصل لأكثر من مرتين، نعم فرصتين كانت قريبة جدا من أن يسجل من خلالها لكن ضاعت. إذا نتكلم بالأرقام والإحصائيات. نادي الميناء هذا الموسم لعب 37 مباراة، فاز ب10، تعادل ب10، خسر ب17 مباراة. أكبر فوز للميناء كانت على أربيل 3-0، أكبر خسارة خسرها من نوروز بخماسية مقابل هدف. الميناء فاز على الزوراء بالدوري 1-0 بالمرحلة الأولى، وكذلك فاز على الزوراء واخرجه من بطولة كأس العراق، لكن خسر أمام الزوراء بالمباراة السابقة بنتيجة 2-1 بالجولة الماضية. وبذلك أيضا نتكلم عن آخر المباريات، خسر من نفط ميسان 2-0، تعادل مع دهوك 1-1، خسر من الطلبة 3-2، وخسر من الزوراء. يعني بآخر 4 مباريات أو بآخر 6 مباريات
لم يحقق الانتصار. فريق الميناء اليوم يريد العودة إلى سكة الانتصارات بآخر أمسي. شوف هذا الهدف هنا، الدربكة الدفاعية والخطأ الفادح اللي ارتكبه لاعبين وحارس ديالى اللي كلفهم هدف. وأيضا نتكلم عن نادي ديالى اللي لعب 37 مباراة، فاز ب10 مباريات، تعادل ب 11 مباراة وخسر 16 مباراة. يعني إذا خسر اليوم ديالى يصبح برصيده 17 خسارة متساويا مع نادي الميناء. أكبر خسارة لديالى هذا الموسم من الشرطة 6-0 ومن الكرخ ودهوك بنفس النتيجة 3-1، وأيضا خسر من زاخو ونوروز برباعية مقابل هدف. فاز على نفط ميسان، فاز على كربلاء، فاز على الجوية، فاز على زاخو. نادي ديالى حقق حضور نوعا ما مميز. عودة لأحداث اللعب الآن، نشاهد بهذه اللحظات كرة تصل من الطرف الأيسر، هذا هو البديل. كرار جعفر يمرر الآن، كرار يتركها إلى زميله. بهذه اللحظات نقلات متتالية ولا زالت الكرة بحوزة فريق الميناء. تبادل التمريرات من الطرف الأيمن الآن. يعني اليوم بواقع المواجهات مباراة الذهاب هذا الموسم انتهت بالتعادل 1-1، والمباراة اللي قبلها اللي جمعت الفريقين بكأس العراق فاز الميناء 3-2. لكن بموسم 2023 بالدوري الممتاز ديالى فاز على الميناء بمباراتين على التوالي. كرة من اليسار الآن مصطفى مؤيد، والكرة لا زالت لمصلحة فريق الميناء. هذا الميناء اللي تأسس بسنة 1931 مقابل ديالى اللي تأسس بسنة 1957. نتكلم عن تاريخ عريق وتاريخ طويل. وأيضا بالنسبة للميناء هو ثاني أقدم نادي عراق، وهو بطل الدوري مرة واحدة بموسم 1977 مع المدرب جميل حنون. في وقتها كان الهداف شقيق المدرب، كان الهداف جليل حنون برصيد 11 هدف. نعم، من أعرق وأقدم الأندية العراقية نادي الميناء. إذن آخر اللحظات بالنسبة لآخر جولة، المشهد الختامي للفريقين. كرة من الطرف الأيمن الآن، ربع ساعة متبقية على نهاية الأحداث. الميناء هدفين، ديالى لا شيء. كرة لا زالت على اليسار الآن، زين العابدين يغير اللعب من الطرف في الأيسر، انطلاقة لكرار، ممكن الهدف الثالث، يريدون الهدف الثالث. السفانة هل يرفعون الأشرعة بهدف ثالث؟ الكرة اصطدت وفيها راية، فيها راية على ما أعتقد. استمرارية اللعب من حكم اللقاء الحكم محمد صادق. والكرة من الطرف الأيسر الآن، هذا هو مصطفى مؤيد اللي يغير اللعب لمحمد محسن. محمد محسن عالية الكرة من اليمين، انطلاقة لا زالت قائمة للمهاجم علاء محسن، والمرور الآن من علاء، يحاول خلق المساحات، يحاول الوصول، والتسديدة ضعيفة وإلى خارج الملعب. تسديدة إلى خارج الملعب، وبذلك الديالى تغيب عنهم الحلول بهذه المباراة. غابت الحلول، والآن ننتظر آخر لحظات اللقاء. 8 تسديدات مقابل 8 تسديدات، وبذلك الكرة تعود لديالى. الإرهاق البدني يجب أن نعطي بعض الأعذار والتبريرات لكل اللاعبين. يعني نهاية دوري آخر الجولات، وهنا ممكن ديالى يسجل هدف تقليص النتيجة. الله 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 الله، هي لا تريد أن تعبر، هي لا تريد أن تدخل، لكن عباس كريم حارس المرمى يتعملق اليوم. والكرة من الطرف الأيسر الآن، كرار يحاول، كرار يقف، كرار بمهارته، كرار يمرر، تعود الكرة الآن. أي لقطة خلينا نشوفها بالإعادة. هي لا تريد الدخول، لكن فعل
كل ما يستطيع فعله المهاجم صراحة، يعني تلاعب المدافع، سدد تسديدة جميلة، لكن هي ترفض اليوم. الحظ لم يقف مع ديالا. هذه كرة لمصطفى مؤيد اللي شتتها، والكرة تعود مرة أخرى بالنسبة لفريق الميناء. تصل الآن تبادل للتمريرات. زين العابدين جاسم كما يحلو أن يسمونه زيوني. تصل الكرة الآن بالمنتصف، هذه بخارج القدم. الله الله على التمريرة، لكن صديق جمال هو الأقرب. صديق جمال هل غادرت أو لا؟ لا 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 لم تغادر. يقول لك العب الحكم، يقول لك العب. كرة تعود الآن لمحمد خالد شفال، وبذلك الكرة عادت في منتصف الملعب. يعني نتكلم عن اللحظات الأخيرة في دورينا هذا الموسم، موسم 2024-2025. عشنا موسما طويلا جميلا مليئا بالإثارة والندية والمنافسة، لكن وصلنا للمشهد الختامي، وأرجو أن أكون أيضا وفقت بالمباريات اللي علقت عليها ضمن منافسات دوري نجوم العراق. دائما تحياتي ومحبتي لكم مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. محدثكم ومعلق اللقاء حسين سمير. عباس ياس الآن، تمريرة تعود للميناء. الآن الثقة أصبحت جدا عالية، متبقي 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. الميناء يقدم مباراة جميلة بعد صيام عن الانتصارات. شوف كيسندا اليوم مزاجه عالي. عرضية اصطدت وغيرت مسارها. كرار، الله 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 الله. وفي ليلة الوداع السفانة يقدمون الهدية لكل الجماهير. نعم، كرار جعفر البديل الناجح يسجل هدف ثالث بالنسبة للسفانة. لا زالت ترفع الأشرعة، وهكذا هم أبناء الميناء. ثالث الأهداف تصل بهذه اللحظات، ويؤكد تقدم الميناء بقدم اللاعب كرار. أي دقيقة وأي لحظة وأي تصويبة وأي محاولة وأي كرة باغتت حارس المرمى مصطفى جاسم، وبذلك الثلاثية يستقبلها ديالا أمام الميناء. 3 مقابل لا شيء. شوفها بالإعادة، كرة جميلة قوية باغتت حارس المرمى، وبذلك البديل الناجح الوافد اللي شارك كبديل بهذه المباراة كرار صاحب ال 18 سنة يسجل أول أهداف. شوف يا أخي، يعني من صدف الحياة أن تلعب آخر مباراة بالدوري هذا الموسم وتسجل أول أهدافك بهذا الموسم، يعني محظوظ اللاعب كرار جعفر. كرة تصل الآن من الطرف الأيمن لصديق جمال. ديالا قبل هذه المباراة كان مستقبل 47 هدف، مع هذه الثلاثية أصبح مستقبل 50 هدف هذا الموسم، وسجل 31 هدف. هذا الميناء أبناء البصرة يقدمون واحدة من المباريات الجميلة بقيادة المدرب السوري حسام السيد. آخر 10 دقائق الآن بإمكاني أن أقول، يعني عذرا لجماهير ديال، المباراة أصبحت من جانب واحد. محمد خالد شفال يغادر، يشارك اللاعب رسول حسن. الآن المباراة أصبحت من جانب واحد بالنتيجة وبالأداء. حاول فريق ديالى بأكثر من فرصة، لكن الحظ عاندهم بفرصتين وواحدة مرت بصورة غريبة. إذن هنا تبادل التمريرات. شوف التغييرات هنا تحسب للمدرب حسام، إذن مجتبى علي غادر وكيسندا، واللي شارك محمد غالب وحسن أو حسين. هي التغييرات اللي صنعت الفارق. إذن بإمكاننا أن نقول رسميا الميناء أصبح بالمركز 16. كرة من الطرف الأيمن لا زالت. هل تغيرت المراكز بعد هذه التغييرات؟
كرة تصل، والرابع الرابع 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 الرابع. الله يا كرار الله، إلا إن وجدت الراية، إلا إن حضرت الراية. الله على مروره، والله على التلاعب وتسجيل هدف، لكن على ما أعتقد فيها راية. شوفها بالإعادة. نعم متسلل، متسلل كرارش، لكن شوف مروره، تلاعب جميل. هو نظر هو نظر على حكم الراية قبل أن يسدد، لأنه كان يعلم تماما بأنه متسلل، وبذلك تشيكينج جول على ما أعتقد. خلينا نشوفها من زاوية أخرى، خلينا نشوفها من زاوية أخرى. تشيكينج جول، غرفة الفيديو، هل تؤكد أنه كان متسللا كرار؟ أنا شاهدتها يعني من زاوية من زاوية صعبة كانت، لكن كان متسلل. خلينا نشوفها بزاوية أخرى، هل تتضح أمور لم نشاهدها؟ ماذا يقرر محمد صادق عبد بعد انتظار القرار من غرفة الفيديو من الدولي مهند قاسم وجهاد عطية؟ حديث لا زال، تقنية الفار تتدخل بهذه اللحظات. هذا حسام السيد في انتظار، هل الهدف صحيح أو لا؟ هل سجل الهدف أو لا؟ كرار جعفر البديل اللي سجل الهدف والآن سجل، لكن بانتظار هل هو هدف صحيح أو لا. لم أخطأ عندما قلت بأن اللاعب كرار جعفر محظوظ بأن يسجل أول أهدافه مع الميناء بآخر مباراة بالموسم، لكن ممكن تصبح هدفين. نعم تسلل، شاهدتها من اللقطة الأولى كان متسلل الكرار، وبذلك الآن 3-0 تبقى النتيجة 3-0 والمتبقي 6 دقائق على النهاية. آخر مباراة للفريقين هذا الموسم، وبانتظار الموسم القادم بالتأكيد كل الفرق ستكون لديها تعاقدات جديدة وإضافة أسماء جديدة. وهنا كرة تصل لحيدر فرحان، انطلاقة نحو الأمام الآن بالنسبة لفريق ديالا. آخر لحظات اللقاء بعدما شاهدنا مباراة جميلة من الطرفين، لكن بالنتائج الميناء هو اللي تفوق وسجل ثلاثية نظيف. عودة للخط الدفاعي، حيدر فرحان. هي أيضا يعني هو يامن الزلفاني ومساعدة طلال خلفان والصادق ساعدونا اختاروا أن يعطوا الفرص للاعبين اللي لم يشاركوا بآخر المباريات. يعني مباراة تعتبر تحصيل حاصل، لكن الفارق معها كانت خسارة المركز 16. الآن الميناء بالمركز 16. الفريقين قدموا موسما جميلا. هنا عباس كريم هو اللي يتصدى، يريد المحافظة على نظافة شباكه. حارس عباس كريم اللي وصل على سبيل الإعارة من نادي الشرطة إلى الميناء، هذه ثاني مشاركاته بغياب الحارس عبد سليم حماد. شوفها بالعادة. نعم متسلل كرار جعفر كان بلقطة الهدف الرابع اللي ألغي. وبذلك اللحظات الأخيرة بالنسبة للفريقين، مهند عبد الرحيم واصبح قائد الفريق بعد مغادرة علاء عبد الزهرم. يعني علاء عبد الزهرم صاحب 37 سنة. وهنا الكرة من الطرف الأيمن، مقتدى حسن يتفوق لاعب الميناء بالقوة البدنية بالكرة الماضية، تصل وتعود، لا زالت قائمة بهذه الأثناء لكنها اصطدت، لا زالت الآن المساحة موجودة، الوصول حاضر. الميناء يريد هدف رابع، الميناء يبحث عن هدف رابع. وهنا المتابعة لا زالت قائمة من اليسار، ولاعب مستلقي على أرضية الملعب. هنالك راية أيضا تواجدت بهذه الأثناء وعملية تفقد سلامة اللاعب. سلامات سلامات بهذه اللحظات.
كرة تصل بهذه الثواني. أيضا مع تمنياتنا بالموفقية للفرق اللي تبحث عن التأهل والعبور إلى دوري نجوم العراق غدا يوم الخميس، أيضا ختام الجولة 38 للدوري الممتاز. 4 فرق تتصارع من أجل العبور إلى دوري النجوم. منافسة شرسة ما بين الموصل والغراف والجولان وأمانة بغداد. يعني غدا سنشاهد الساعة 5 مساء كل المباريات بنفس التوقيت. 4 مباريات ستكون منقولة عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، ستشاهدونها غدا بإذن الله تعالى، مع أمنياتنا بالموفقية لكل الفرق، وأن نشاهد موسما قادما فيه فرق جديدة وجماهيرية. هنا تدخل والصافرة والمخالف. نشاهد الآن بعدما هبط نادي الحدود ونادي كربلاء بالمركز 18 أيضا نفط البصرة بانتظار لعب مباراة تفادي الهبوط. وبذلك الآن مخالفة يؤكدها حكم اللقاء محمد صادق عبد بعد الدفع من مسلم موسى. شوف هذه لقطة الهدف الرابع، لقطة جدا جميلة، لكن كان متسلل اللاعب كرار جعفر. أيضا مخالفة لديالة، هل يفعلها صديق جمال أو مصطفى مؤيد؟ وأن يسجلون هدف لتقليص النتيجة بالدقيقة 88. لنشاهد، لننتظر، لنترقب. ديالة صديق جمال، وسهلة سهلة بأحضان الحارس عباس كريم. عباس كريم هو من يتصدى لهذه الكرة، وبذلك كرة يسارية سهلة بأحضان الحارس عباس. تلعب الكرة الآن سريعة من الطرف الأيسر، عودة لحارس المرمى مصطفى جاسم بهذه الأثناء، وبذلك الانتظار، كل الانتظار. دخلنا باللحظات الأخيرة لنسدل الستار على موسم طويل بالنسبة للفريقين. وكرة الآن لعلام حسن، سلامات للاعب فريق الميناء اللي يسقط متأثرا بالإصابة. بذلك الكرة تغادر أو يخرجها اللاعب محمد محسن قائد فريق ديالة بالروح الرياضية العالية للاطمئنان على سلامة اللاعب. رقم 37 اللاعب حسين. أنا أتمنى مشاهدة الإصابات. نعم، جهد واضح، جهد قدم كل اللاعبين نهاية الدوري، وجهود على مستوى الحالة البدنية عفوا. حتى بدأنا نخطأ بالكلمات. نهاية الموسم وآخر المباريات، وبذلك الإرهاق واضح على الجميع. فخلينا نقدم كل الشكر والتقدير. أول الشكر لكل الجماهير اللي ساندت فرقها هذا الموسم، واللي كانت متواجدة لمؤازرة وتشجيع فريقهم المفضل. والشكر موصول لكل من عمل خلف الكواليس، لكل طواقمنا التحكيمية، لكل الفرق، لكل المدربين، لكل إدارات الأندية، لإدارات الملاعب. شكر موصول أيضا لقنوات شبكة الإعلام العراقي اللي كانت هي الناقل الحصري لكل المباريات، وحتى المباريات النهائية للفئات العمرية، وحتى الدوري الممتاز. أيضا موسم كامل انتهى وانقضى بصورة جميلة رغم التعب والإجهاد، لكن بقي هنالك العمل بجد والعمل بفناء. وبذلك الكرات الأخيرة 4 دقائق قدمها الطاقم التحكيمي على نهاية هذه المباراة. الكرة لا زالت الآن علي سلام، وسوء التفاهم مع الزميلة مقتدى حسن، والكرة بأحضان الحارس عباس كريم. 3-0. الميناء يحصد النقاط الثلاث ويصبح بالمركز 16 برصيد 43 نقطة، وديالة أصبح بالمركز 17 برصيد 41 نقطة. الكرة الآن على اليسار لا زالت قائمة بالنسبة لفريق ديالة. بذلك سنشاهد الآن من ملعب الفيحاء هنالك بالبصرة بهذا اليوم الجميل، يوم مليء بالعواطف والمشاعر، لكل بداية نهاية، وترجم الأمر بطل موسم 2024-2025 نادي الشرطة للمرة الرابعة على التوالي، وبالنسخة الثانية لدوري نجوم العراق كذلك على التوالي.
النسخة المحدثة يعني على مستوى الأسماء فقط، أما هو حصل على 4 مرات على التوالي. هذه كرة سريعة والرأسية لكن تشتيت الخطر، وبذلك الكرة تصل من الطرف الأيسر. هذه نقلة، هذه محاولة آخر الدقائق. هل يسجل ديالا هدف تغليص النتيجة؟ هل يدون أبناء مدينة البرتقال؟ الكرة تصل وتعود. صراحة اليوم مباراة للنسيان لديالا، تعود مرة أخرى الآن. زين العابدين يمرر الكرة، اصطدت وإلى لم تغادر، لا لم تغادر بالكعب. الآن مقتدى حسن، صراع بدني، لكن الكرة انتهى بها المطاف إلى خارج الملعب، انتهى بها المطاف إلى خارج الملعب، ولا زالت الأمور قائمة. وهنا الكرة من اليسار لكنها اصطدت، وبعد ذلك عادت لفريق الميناء اللي يريد هدف قادم. لكن هل الوقت يسمح بذلك أن يسجل أحد الفريقين هدف بهذه اللحظات؟ خلينا نشوف، خلينا ننتظر، خلينا نتأكد. مصطفى مؤيد الآن يمرر تمريرة السريعة، لا زالت بمنتصف الملعب، دوران من محمد محسن يغير اللعب لمصطفى مؤيد، مرة أخرى ينطلق يحاول وينتظر تسديدة أو تمريرة بخارج القدم، لكن انتظار الآن لا زالت لفريق ديالا. مرور الآن، تلاعب الآن أمام اللاعب عباس ياس، لكن تصل الكرة ولا زالت لمحمد محسن يحاول من خلالها هذه اللحظات. وانطلاق الآن لا زالت قائمة من الطرف الأيسر، تمريرة بعيدة. انتظار أيضا غدا ختام الدوري الممتاز، من يتأهل إلى دوري النجوم، الموصل أو الغراف، أمانة بغداد أو الجولان. أيضا آخر اللحظات وآخر الثواني، نستطيع الآن أن نقول مبارك لفريق الميناء وهارد لك لديالا على مستوى هذه المباراة الأخيرة، الجولة 38 ضمن منافسات دوري نجوم العراق موسم 2024-2025. تصل الكرة، آخر هجمة، آخر محاولة لفريق ديالا. عباس كريم هو من يمسك الكرة، وبذلك تنفذ من الطرف الأيمن. انطلاقة لفريق الميناء الآن، يخرجون الكرة للاطمئنان على سلامة اللاعب، بذلك 4 دقائق انتهت. سلامات. لنشاهد الآن، هذا هو الحارس عباس كريم بانتظار صافرة الحكم محمد صادق عبد. نعم، تصل الصافرة وينتهي معها كل شيء هذا الموسم. مبارك لفريق الميناء، الانتصار بثلاثية مقابل لا شيء. هارد لك لديالا، شكرا لكم على هذا الموسم الطويل، شكرا لكم على هذا الموسم الجميل. ايضا لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة بعد ايام لم تكن بالطويلة. ارجو ان اكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحيات المعلق حسين سمير، والى اللقاء.